وليد الركراكي كيعلن على قائمة أسود الأطلس لمقابلتين النيجر وتنزانيا ضمن تصفيات مونديال 2026. القائمة عرفت أسماء كتستدعى لأول مرة كشمس الدين طالبي لاعب كلوب بروج عنده 19 سنة فقط وكيلعب كجناح أيمن. الاسم الثاني هو عمر الهلالي لاعب إسبانيول برشلونة 21 سنة كيلعب كظهير أيمن ومقدم أداءات ممتازة هذا الموسم. وكذلك بلال نادير لاعب أولمبيك مارسيليا صاحب 21 سنة كيلعب كمتوسط ميدان. حمزة إيغامان أيضا كان حاضر في القائمة لأول مرة، مستوى كبير مع غلاسكو رينجرز شفع عليه أنه يكون حاضر في القائمة 22 سنة فقط. وما نساوش عودة أمين عدلي وجواد اليميق وبن عبيد اللائحة مرة أخرى، فيما غاب أيوب بوعدي اللي كان من المتوقع أنه يكون في القائمة، وتواصل غياب حكيم الزياج. نجومة شنو رأيكم في اللائحة؟ واش كانوا شي أسماء أخرى يستاهلوا يكونوا حاضرين فيها؟ مشاهدينا الكرام في هذه الإطلالة الخاصة وفي هذا اليوم الأغر، وقبل أن نستهل معكم مضمون هذه الحلقة اللي غنتحدثوا من خلالها على اللائحة ديال الناخب الوطني السي وليد الركراكي الذي أطل علينا بعد طول غياب من الجدد الوافدون الجدد ديال الفريق الوطني في لائحة شملت 26 لاعب اللي غيلعبوا الأسبوع القادم بمشيئة الله تعالى أمام منتخب النيجر بقيادة المدرب الزكي بدو وأمام منتخب تنزانيا. الركراكي حدثنا على زياش علاش ما جا شيء، وأيضا حدثنا عن ضم اللاعب شمس الدين طالبي بحال اللي انفردنا هنا داخل القناه منذ الوهله الاولى بعد ما غير الجواز الرياضي ديالو، وعلاش ما جاش بوعدي، علاقته مع عيسى ديوب، كيفاش كيشوف المحور ديال الدفاع، الوافدون الجدد، عمر الهلالي اللي فرحت ليه بزاف بالضم ديالو للفريق الوطني لاول مره. قبل ما نمشيو لهذه المحاور في هذه الساعه المباركه بعد صلاه الجمعه في هذه الوقفه، ادعوكم من تعطير الافواه بالصلاة والسلام على رسولنا الكريم محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بعدد خلقك رضا نفسك زينة عرشك مدد كلماتك. مرة أخرى أجدد الحمد والشكر، وعبركم أدعوكم للحمد والشكر الله سبحانه وتعالى على هذا الغيث النافع وعلى هذا المطار المدرار وعلى هذه المكرمات اللي كنعموا بها. جو جميل جدا لم نعشه منذ سنوات طويلة، وحري بنا أن نكرر ونجدد ونعظم الحمد والشكر الله سبحانه وتعالى ليزيدنا من فضله ومن أنعمه. أيضا هناك واحد القوس غنغلقوه قبل ما نرجعوا له لاحقا بمشيئة الله تعالى، وأنا كنعتبره هذا مكسب كبير لنا حنا المغاربة، هو أنه البعض كيطلب منا باش نوضحوا شكون اللي صوت شكون اللي ما صوتش. اللي عطى الله عطاه. 49 صوت مشات لفوزي القجع بطبيعة الحال. الكونغرس ديال الفيفا غيشهد الحضور ديال فوزي القجع بطبيعة الحال. اللي ما صوتوش هما اللي بداو تيعيطوا دابا. لا سي حنا راه صوتنا معكم، قولوها للجمهور المغربي، قولوها للمغاربه، هذا كيتسمى لو شوا دو لوكس، يعني ولاو تيقلبوا هذوك اللي ما صوتوش علينا او اللي راجل الاسم ديال ما صوتوش علينا بغاو يوضحوا الامر ديالهم ويبرزوا بانهم صوتوا علينا. والقصد كنهضر على تونس اللي توصلت مصادر يعني من داخل الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم على ان عطاتنا الصوت ديالها. ايضا اللي ما عطاونا الصوت ديالهم برزوا بانهم هما الجزائر، هما الكونغو الديمقراطيه، القصه ديال مبيمبا مع وليد الركراكي، الكومينيكي اللي كانوا داروا في لاكوب دافريك امر مستغرب، والانغولا المعروفه بالمواقف ديالها. هذا الموضوع هذا نرجعوا له لاحقا بمشيئه السميع العليم، لانه شنو كيبرز لينا ولينا كنقلبوا شكون اللي ما صوتش علينا، مع حنا عندنا 49 صوت، وهذا كيبرز التموقع الجميل والقوي جدا المغرب رياضيا وبشكل غير رياضي يعني، وحتى في المجال غير الرياضي، وكيعطينا مجال باش نشعروا بالكثير من الاطمئنان، ولو انه بغض النظر على 49 صوت واش غتعكس بزاف ديال الحوايج اللي خصها الدار داخل الكاف واللجان، وخاصه لجان التحكيم، اللجان ديال العقوبات واللجان التاديبيه. واعدكم باننا سنخصص محورا لهذه المحطه ولهذا الموضوع بالتحديد. الركراكي 26 لاعب، غنحاول نقسم المضامين ديال الحلقه باش ما نطولش معكم، نمشيو في واحد 16 حتى 17 دقيقه. الله يجازيكم بخير، وتكون عندنا ان شاء الله الرحمن الرحيم فتره لاحقه عوده باش نتعمقوا ونتبحروا كما يقولون في كل مركز وفي كل هضره قالها السي الركراكي. بشكل اجمالي الاخوان اللي ما تبعوش الركراكي في الكونفيرونس شنو علاش تحدث، فهو هضر على بزاف ديال الحوايج، غنحاول نعطيها عناوين عريضه. اولا شملت اللائحه بعض اللاعبين الجدد اللي غنذكرهم لكم اليوم، 5 لاعبين جدد ما بين اللي رجع كان ما كاينش واللي رجع حاليا واللي جاء اول مره. شمس الدين الطالبي اللاعب ديال اف سي بروج البلجيكي، كنا هنا في القناه قلنا لكم بانه غير الجواز الرياضي ديالو، اللاعب اللي تالق مؤخرا في الشامبيونز ليغ الدوبلي مع اتلانتا، لاعب كيستحق الحضور، وايضا عندنا رغبه باش نشوفوه ونكتشفوه داخل الفريق الوطني. ايضا اللاعب اللي صرني الحضور ديالو بشكل اكبر وبشكل اقوى هو عمر الهلالي، اللي هذه عام والقناه
تتعقب وتتحدث على هذا اللاعب اللي عنده ارقام رائعه جدا مع نادي الاسبانيول دو برشلونه، اللي كان محور اهتمام نادي مانشستر سيتي، وحاليا محور اهتمام من الغريم التقليدي لنادي الاسبانيول نادي برشلونه عمر الهلالي. وغيعطينا الركراكي واحد الاشارات فين غيلعب عمر الهلالي، لانه يتحدث على عمق الدفاع والمحور وغيقول لنا لا بحال تيدق علينا السي وليد ما كاينش مشكل، لانه هضر على اللاكس سنترال قال لك راه شفت بزاف لعبوا عمر الهلالي في اللاكس، وكاين اللي لعب المزراوي في اللاكس. لا عمر الهلالي في اللاكس ولا المزراوي، عمر الهلالي في الباندا في اليمين والمزراوي في الباندا في اليمين وكيبريكولي عندي في اليسار. هذه الهضره ديال السي وليد الركراكي. ايضا من الوافدين الجدد حمزه ايكامان اللاعب ديال كلاسكو، تبعتوا معنا داخل القناه، درنا 4 ولا 5 ديال الحلقات على حمزه ايكامان، ولو انه مؤخرا ما سجل شيء. لعب يوم امس وتاهل امام جوزي مورينيو الفريق ديالو غلاسكو رونجرز، قصاو فينيرباتشي. ولكن السير كراكي عطى واحد الاشاره قال لك بانه بروفيتا او استغل الغياب ديال ايوب الكعبي المصاب اللي ما لعبش البارح مع نادي اولمبياكوس اللي عنده اصابه على مستوى الكاحل واللي غتخليه يغيب واحد 10 ايام اضافيه. وقال لك على الاقل حمزه ايكامان كيستغل هذه الفرصه هذه باش يجي يحضر الفريق الوطني، وبالتالي هما العناصر الجديده داخل الفريق الوطني مع العوده ديال اللاعب مهدي بن عبيد، اللي كنت تكهنت وقلت بانه سبحان الله العظيم شوفوا الحياه كيفاش دايره. الخياطي حيد بن عبيد من الفريق الوطني حيت خدا له بلاصتو في الجيش. الخياطي كيتصاب في الجيش كيتحيد له بلاصتو، كيديها له الحارس حمزه الحمياني، كيمشي بن عبيد للوداد كياخذ تيتولير الحارس المطيع كيرجعوا الركراكي كنت عارف بانه غيرجع المهدي بن عبيد على الفريق الوطني على اعتبار انه كيعرفوا من الفتح الرباطي، وهذا ماشي مشكل لاننا كنقلبوا على التروازيام كارديان. القفاز الاول والقفاز الثاني الامور محسومه، وغيعاود ياكدها الركراكي اليوم محسومه لياسين بونو. ما عنديش شك في هذا الشيء لانه الركراكي ما عمرو غادي يحاول يشد سكين حافي وغيذبح ياسين بونو على اعتبار انه يمر مفترض فراغ. فزاد اكد بان ياسين بونو هو النمبر 1 داخل الفريق الوطني، هو الحارس الاول داخل الفريق الوطني. وقال بان منير الكجوين المحمدي هذه الارقام الجميله اللي كيدير حاليا فهي كتزيد باش تكون دافع بالنسبه ليه باش يتالق. والعنصر الجديد الاضافي اللي هو بلال نادير ديال الاولمبيك دو مارسي، علامه استفهام بالنسبه لانه ماشي حيت علامه استفهام ما مقتنعش به، على اعتبار انه حيد جوج اللعابه، واحد من الاكسبيريونس واحد من العناصر المتالقه في الالعاب الاولمبيه امير ريتشاردسون ديال فيورنتينا، واللي بان مؤخرا واحد الوقيته كيجيبوا الركراكي وكيحيدوه واش ما بقاش مقتنع به. لاعب اللي كان عندي امل كبير بانه يكون مستقبل ديال الفريق الوطني. ورضا بن الحيان اللي انتقل مؤخرا من نادي هيلاس فيرون نادي لازيو، وكان عندي تقريبا شبه اليقين بانه ما يعيطلوش لان الركراكي عيط له 10 دقائق لعبوا في ماتش واحد مع افريقيا الوسطى، من موراها ما عيط له شيء حتى تبليس له واحد اللاعب عاد جاب رضا بن الحيان. اذا نادير بلال اللاعب ديال اولمبيك دو مارسي هو اللاعب الجديد، وقال لك الركراكي بانني بغيت نكتشف لاعب بشكل جديد بستيل جديد داخل الفريق الوطني. نعطي للاخوان المشاهدين الكرام اللائحه ديال 26 لاعب وغنجي نفصل معكم المحاور الاهم اللي كينتظرها الجمهور، لانني كنهضر والجمهور كيتسنى مني شنو غنقول على حكيم زياش اللي ما حضرش شيء. فاللائحه ضمت 3 ديال الحراس كالعاده، ياسين بونو في حراسه المرمى مع منير الكجوي ومع الحارس المهدي بن عبيد. بالنسبه للدفاع عندنا على مستوى الاروقه نصير المزراوي واشرف حكيمي، وكيضيف لهم اللاعب عمر الهلالي، وبطبيعه الحال الحفاظ على ادم ازنو المنتقل مؤخرا وحديثا الى نادي فالادوليد الاسباني قادما من نادي بايرن ميونخ. بالنسبه للاكس هنا غنجيو غنهضروا، كاين نايف اكرد اللاعب ديال سوسيداد وحاضر مع جواد اليميق اللي رجعوا حتى هو من العناصر ديال لاكوب دي موند، وحاضر مع جمال الدين حركاس وعبقار. كارثه عظمى في هذا المركز وكنقولها لانني كلاني فمي قلتها لانني كان خصني نقولها حتى الاخر، غنعقب على الركراكي لانه قال شي كلام على مستوى محور الدفاع. نتمنى من الركراكي نربطوه من لسانه، عقلوا معايا في الدقيقه هذه، الدقيقه اللي كنهضر فيها على هذا المحور. الركراكي قال لك ما عندوش خوف من محور الدفاع وما عندوش مشكل في اللاكس سنترال، وبانه مرتاح للعناصر اللي كاينه حاليا في المحور الدفاع، وبانه ما غيبريكولي لا بمزراوي لا بالعزوزي لا بالمرابط لا بالهلالي. تايق في اللعبه، كل لاعب في البوست ديالو تايق فيه. تذكروا معايا مزيان هذا القول. حنا ملي كنا كنأكدوا على ان الدفاع عندنا فيه تقبه باللغه ديال الكره وعندنا فيه اشكال، ماشي باش نقنطروا على السي وليد الركراكي، باش نعاونوا باش نبرزوا ليه باننا كنتعاطفوا معاه وبانه فوق طاقته لا يلام. ما غيصنعش هو اليوم نيب جديد ولا طار القرقوري جديد ولا غيجيب لنا عبد السلام وادو جديد، ولكن كنا كنقولوا ليه واش كاين شي خيار اللي غيبريكولي. اليوم هو مرتاح، نتمنى يبقى مرتاح وعند كلمته. بالنسبه لوسط الميدان كيحضر سفيان المرابط اللاعب الاساسي دائما، عندنا اسماعيل الصباري ديال بي اس في ايندوفن، بلال الخنوس من ليستر سيتي، عندنا اللاعب اسامه الترغالي اللي مشى عنده الفاينورد الهولندي، عز الدين اناحي باناتينيكوس، وبلال نذير من نادي اولمبيك دو مارسي. الهجوم خيارات كثيره وكثيره جدا. ابراهيم دياز النجم الكبير المتالق في نادي ريال مدريد الاسباني، شمس الدين طالبي
اف سي بروج البلجيكي، اسامه الصحراوي نادي ليل الفرنسي، وامين عدلي باير ليفركوزن الالماني اللي كيرجع، سفيان الرحيمي العين الاماراتي، حمزه ايغامان غلاسكو رونجرز الاسكتلندي، يوسف النصيري فينارباتشي التركي، الياس بن الصغير موناكو الفرنسي، وعبد الصمد الزلزولي نادي بيتيس الاسباني. اذا هي لائحه موضوعيه 90% 93% كتستجب للانتظارات والتطلعات. الخلاصه هنا باش ندير 2 دقائق الحكيم زياش، حيت هو ما هضرش عليه بزاف. زياش سولو جميل، كاينه اشاعات، كاينه اخبار، واش ما مفروضش على الفريق الوطني، واش مرفوض، واش عليه شي فيتو. ما طولش معنا الركراكي، اكد بانني مشيت زرته في التحيل، تفرجت فيه، كنلعب 20 دقيقه، الرومانسيس كان بليسي، تلاقيت انا وياه، تذكرت انا وياه، حاليا هو غير واجد للفريق الوطني وبالتالي غير جاهز. الركراكي ما تعمقش وكان تيعبر الكلام ديالو، كان تيهضر بواحد الشكل هادئ ومتريث في قصه حكيم زياش باش ما تحسبش عليه شي حاجه، لان الرياكشن ما غتجيش من هنا، الرياكسيون غتجي من قطر، على اعتبار ان زياش ماشي دابا عاد عارف راسو ما كاينش. زياش هذه اسبوع او اسبوعين الانديه ملي كتوصل باللوائح، النادي ديالو ما توصلش باللائحه اللي غيكون فيها حكيم زياش للفريق الوطني في اللائحه النهائيه. القصه ديال الاعتزال هضرنا عليها مادام ماشي رسميه على لسان حكيم زياش، ما غنخوضوش فيها. وبالنسبه للركراكي ما حاولش يعطي الامور ليكسترا سبورتيف، غير هو اول مره كنعطيها للمشاهدين الكرام منذ قدوم الركراكي، احتفل معاه بجوج ديال اعياد الميلاد شهر مارس، في هذه الكونسونطراسيون في هذه النافذه كيدير له حليوه وكيحتفل به. قبل منه فاهيد خليلوتزيتش كان كيحتفل به. حكيم زياش تعود على الحضور للفريق الوطني، المعسكرات ديال الفريق الوطني في شهر مارس. واش انا كنطالب في شهر رمضان ندير له عيد الميلاد ولا شنو؟ كنحاول ندير، كنقول شنو غتكون لا رياكسيون، رده الفعل ديال حكيم زياش ازاء هذا الشيء. وايضا ان حكيم زياش خصو يقبل بالامر الواقع، على اعتبار انه حاليا من الناحيه البدنيه، من الناحيه التقنيه، حكيم زياش غير جاهز بالمره. شفنا ماركا كوفرو مؤخرا، كفره وحده ما غتشفعش، ورده وحده ما كديرش الربيع، طائر سنون واحد لا يصنع الربيع ايضا كما يقول المثل. وبالتالي حكيم زياش ربما تلقى الرساله، ورساله فيها الكثير من التحذير، على اعتبار ان حكيم زياش حاليا منذ فتره طويله، منذ شهر 6 هو يغيب عن الفريق الوطني، ما غيرجع للفريق الوطني حتى شهر 6 ديال هذا العام الا كتب الله شي حاجه ودار شي رده فعل قويه مع النادي ديالو. ما يعني انه عام، حكيم زياش عام كامل بالتمام والكمال سيغيب عن الفريق الوطني، وهذا لاول مره يحدث على عهد الناخب الوطني وليد الركراكي. معمر حكيم زياش غاب عن الفريق الوطني عام مع الركراكي حتى حدث هذه، منذ شد داك التيبيا ومنذ دخل رومبلاسون. اخر مره دخل لعب رومبلاسون، عطى الكره للنصيري هو ابراهيم دياز وماركا النصيري. اخر حضور السي حكيم زياش مع الفريق الوطني كان لاعبا بديلا. اذا هنا كنغلقوا هذا المحضر، وبالتالي الركراكي كشف الامور بانه اختيار او استبعاد فني لا اكثر ولا اقل. بالنسبه ايضا السي الركراكي حدث على محور الدفاع، اكرر واقول، قال بان المزراوي لاعب اريير دروا وكان بريكولي فيه بالاريير غوش، وبان حكيمي اريير دروا، وبالتالي هذا لا نقاش على مستوى الاروقه. اكد لنا بانه ما عندوش خوف على مستوى الوسط ديال الدفاع ديال الفريق الوطني، وبان العناصر الحاليه بخير وعلى خير. انا كنعطي حكم قيماني وكنعطي وجهه النظر، لاننا تعودنا ملي كنشخصوا شي لائحه قبل مباراه او قبل شي كونسونطراسيون كنشوفوا. انا اكرر الدفاع ديال الفريق الوطني، وكنترك المجال متروك امام المشاهد الكرام والجمهور الكريم. واش بجمال الدين حركاس ديال فريق الوداد اللي كيأدي هذا العام واحد من اسوأ المواسم ديالو، خاصه في الفتره الاخرى اللي خرجوا الجمهور ديال الوداد كينتقدوا، بل ان كون هنا كراش قبل قارورات، وشفنا هادشي في العربي الزاولي. ما كنقولش بان الجمهور ديال الوداد ضرب حركاس، كان عدم الرضا عن الوداد بشكل عام، رغم ان هذه الحركه مرفوضه في الملاعب. حركاس حاليا ديال الفريق الوداد الرياضي بالاخطاء ديالو، بالاستقبال ديال الدفاع واحد الكم هائل من الاهداف. هل هو لاعب اللي غنمشيو به لاكوب دافريك وغنحلموا به نلعبوا به لاكوب دافريك مع الاساطير، مع الاباطره، مع الدناصير اللي غنلعبوا لقمان واوسيمان وبونيفاس وكيراسي ومرموش محمد صلاح والمساكني، وزيد حسب عليهم اللعابه اللي غيكونوا هالر واللي بغيتي تحسب في كل فرقه. ما غنقنطرش على حركاس بوحدو. واش عبقار اللي كيلعب في نادي الافيس بالكوارث اللي شفناها هذا العام مع نادي الافيس، مع ليفاندوفسكي، مع اللاعب فينيسيوس جونيور، مع كيليان مبابي النهار اللي خرج مع ريال مدريد بدل المايو في شوط واحد، والحضور ديالو اللي شفناه مع الفريق الوطني اللي كان بشكل غير مقنع في المباراه ديال الكابون، الهربات اللي هربوا عليه اللاعبات الكابون. وشفت انا حركاس وكنقول بانه بطيء. واش حركاس غنلعبوا به 7 الماتشات في لاكوب دافريك؟ انا غير كنتسائل، احملوا اسئله استنكاريه باش نشوف الركراكي الهضره اللي قال بانه اللاكس ما عندوش فيه مشكل. واش عبقار هو الخيار المثالي باش غيرافق اللاعب نايف اكراد؟ العنصر الثالث اللي رجع فجواد اليميق، لان الركراكي كانت رصدته الكاميرات في السعوديه واحد الوقيته وجالس حدا جواد اليميق، ما لعبش شي اليميق ذاك الماتش، ربما اقتنع به من خلال الهضره اللي دارت هو وياه، اللي كتعرفوا احسن مني ما كتعرفوش،
ما جابش اللاعب ديال لوغانو الوافي، ما جاب دير شويه ايوب، دقيقه داك الشيء ايوب. ايه عندك دقيقه زعما راك تطحنها. تضرب كره مزيانه، تضرب كره مزيانه حسين. سبحان الله العظيم. خرج عندها ايوب، خرج عندها امين. زيد خرج عندها. زيد يلا زكريا، دقيقة ديك الشيء زكريا. يلا درتي جوج دقيقة، جوج دقيقة. خدام سيفدي. زيد خدام، زيد دور، زيد ركن، زيد. تخدم زكريا من السطح ديالو.